السلام عليكم متتبعيني الكرام. اليوم راح نحط معاكم بإذن الله تعالى أول وصفة في قناتي، واللي فضلت تكون حلوة ومناسبة لشهر رمضان الكريم بما أنه على الأبواب. وصفة اليوم هي اللحم لحلو، أي العينة بدون لحم، بلا لحم. أنا نحبها بلا لحم باسكو نحط فيها شباح الصفرة. بون، هنايا هادوما لي بواط اللي حطيت فيهم مع الاخر كي طيبت وخبيتها في الكونجيلاتور. البنات تشد لكم شهر شهرين كيما تحبوا. انا بون جربتها شهرين، حطيتها نجبد غير بالعقل ونسخن، نحط فيها هذاك شباح الصفراء ونخيدي غير الغليه هكا معاها، ونعاود نحطها في طباسه نشبعها. يعني انا الباطه الله يبارك تشد لي 3 ايام 4 ايام، بصح ندير يعني كونتيتي كبيره كيما راكم تشوفوا هنايا. المقادير انا لحقنا ليهم. عندي هنا شويه تاع الكيوي، عندي شويه تاع الاناناس، عندي شويه تاع المشمش، وعندي تانيك في الباطه الاخرى شويه تاع الزبيب وشويه تاع التوت الاحمر المجفف. وهذه هي العينه. البنات خيروها طريه برك، ما تخيروش هذيك اليابسه بزاف، راهي تعذبكم في الطياب وتطول ويعني ما تجيش كامل بنينه. هنايا الزبيب خيرته يكون كبيبر، والتوت يعني اختياري، يعني الفواكه اللي متواجده عندكم تقدروا ديروها، تقدروا كاع ديروا غير العينه وشويه تاع الزبيب. ويعني كل حاجه راني ندير فيها هنايا اختياريه، هي واسمها العينه، هي تجي العينه زبيب والواحد على حسب مقدوره. بون، هنايا عندي المنكهات، عندي اليانسون، عندي تانيك القرفه، عندي تانيك القرنفل، حبيبات برك هكا يطلقوا البنه بنينه. وعندنا شكاره تاع فانيليا صغيره، اي ملعقه صغيره تاع قهوه، تجي بزاف بنينه البنات وللنكهه. وعندنا السكر وعندنا المزهر. دوك نعطيكم كامل المقادير بالضبط. هنا جزت للفواكه، غسلتهم مليح، نحيت لهم كامل هذوك المواد الحافظه تاعهم، صفوهم دو فوا البنات. انا هنا غسلتها غسله، شوفوا هذاك الماء كيفاش هبط، حاشاكم كامل كحل. وزدنا غسلنا الغسله الثانيه مليح مليح، وحكوها بين صباعتيكم، خرجوا منها كلش. هذه الغسله الثانيه هكذا مليح، وعاود فرغت هذاك الماء. شوفوا هنا هبط نقي. نجوزو تانيك للفواكه الاخرى اللي هي الزبيب وهذاك التوت، كيف غسلتهم وحكمت الماء يغلي 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 يغلي، سيباريتهم. درت هذاك الكيوي مع الاناناس وحدهم، درت هذيك العينه مع المشماش، ودرت هذاك الزبيب مع التوت وحدهم في 3 في الماء يغلي، سيباريتهم. خاطش البنات كي يطيب لي السيرو تاعي نرمي قبل الاناناس والكيوي هما اليابسين، موراهم نزيد شويه نرمي هذاك الزبيب، وفي الاخر العينه وهذاك المشماش. خاطش طريين زبده، يعني ممكن درت هاد العمليه راح يطراو لكم تاع الصح، ما يشدوا لكمش كامل الوقت في الطياب وما يعقد لكمش السيرو كاع يولي سكر. تبعوني، انا خديت هذا الليان هدايا راح نعبر فيه السكر. بعد ما عبرت فيه كاع الفواكه كي عبرتهم جاوني قيس هذا الليان وين راهو الحد تاع السكر اللي كنت تشوفوا فيه، بقى لي 4 منه. درت هدايا السكر هاوليك كيما راكم تشوفوا العبار، وزدت عبرت نفس العبار وين خلاص لي الفاكهه وخلاص لي السكر لتماك، زدت عبار تاع ماء. هذا عبار ماء، انا ندير عبار ماء ونص عبار تاع مزهر. كيما راكم تشوفوا هنايا هاوليك المزهر تاعنا، انا درت نص عبار، وهذاك النص عبار نكملو بالماء. فهمتوني؟ تسماك عبار يعني 2 عبار تاع ماء، عبار ماء، والعبار الثاني نصو مزهر ونصو ماء. تحبوا ديروه كومبلي مزهر تاني يجي بنين بزاف، يجي هايل. انا هكا يعجبني، يجي متزن يعني الذوق تاعو. هذاك السكر والماء ندوبوهم مليح قبل ما نشعلوا لهم النار. وكي نشعلوها متوسطه، يعني من الاول للاخر كاع نار متوسطه البنات. هكذا دوبتو كامل تحلحل. درت المقرص تاع القارص يا البنات يخلي لكم لاكولور تاعكم بزاف شابه وشفافه هايله. وهنا درت اليانسون ولا واش يعيطوا لها، نجمه الارض وزوج عيدان تاع قرفه، وحطيت تاليك القرنفل، وحطيت مورسو تاع زبده ولا مغرفه معمره كبيره يا البنات على حسب يعني لا كونتيتي اللي درتوها. اذا درتو نص ديروا نص مغرفه، انا درت مغرفه كبيره. هاي لك هنا غلالي السيرو 15 دقيقه. نحط السيرو على نار متوسطه 15 دقيقه. كي غلالي 15 دقيقه شوفوا كيفاش تقالي، شوفوا مليح كيفاش راهو او باين عاقد. كيفاش نعرفوا؟ كي نمسوا البنات خلوه يبرد شويه، من بعد كي تمسوه هكا بين صباعتيكم تحسوا القوام لازج هكذا يتلاك، شغل ماشي يتلاصق، لازج يعني كلي زيت هكذا، معناتها راهو ناجح. هنا رميت الاناناس والكيوي نخلطهم نخليهم 5 دقائق يغليو.
5 دقائق يغليو على النار المتوسطه، ونرمي عليهم من بعد الزبيب والتوت تاعي. نزيد نخليهم 5 دقائق يغلو مليح. انا خليت الاخرين يزيدوا 5 دقائق يغلو. باش رميت هذيك العينه تاعي وهذاك المشماش كيبقاو لي واحد 8 دقائق ونحبس نطفي على النار. يعني كلش مده الطياب تاعهم 15 دقيقه 17 دقيقه. 5 دقائق اناناس، 5 دقائق تانيك هذاك نزيد 5 دقائق نزيد له هذاك الزبيب والاخر، ومن بعداتي كي نكمل كي بقاو لي 8 دقائق 10 دقائق باش نطفي نزيد هذيك العينه. هنا في الاخر زدت هذيك شكاره تاع الفانيلا اللي عندي وخلطت مليح. هكذا البنات شوفوا كيفاش راهو القوام تاعو روعه، يعني جا كلش على حده. هذاك اللي ما تخافوش كاع ما يخرج لكمش. واذا عجبتكم الوصفه اشتركوا في قناتي ودعموني حبيباتي للمزيد من العمل والفيديوهات. شكرا.